حياكم الله. مرحبا، أهلا وسهلا. 32 هدفا سجل في 8 مباريات في لقاءات الذهاب ثم نهائي دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم بمعدل 4 أهداف في كل مباراة. رقم كبير من الأهداف قد يعبر عن قوة المنظومات الهجومية لمختلف الأندية في هذه المسابقة، وقد يعبر في الجهة المقابلة عن هشاشة كبيرة جدا على مستوى منظومات دفاعية كثيرة. طبعا الأمر ليس قاعدة، لأنه المباريات التي سجلت فيها عدد كبير من الأهداف كانت 4، والأربعة الأخرى لم تسجل فيها أهداف كثيرة جدا. ومع ذلك يمكن أن نقول بأنه في هذه الفترة من الموسم منتصف شهر مارس أنه تسجل 32 هدفا في 8 مباريات. الأمر كبير، أعتقد بأنه عنده سنوات الأمر هذا لم يحدث في لقاءات الذهاب في دوري خروج المغلوب بالنسبة لدوري أبطال أوروبا. طبعا حامل اللقب نادي باريس سان جيرمان صنع الفارق، فاز بال5 على تشيلسي. أي نعم، الهدفان الرابع والخامس سجل في ال5 دقائق الأخيرة من عمر المباراة، لكن أيضا هذا يعبر عن هشاشة فريق تشيلسي في منظومته الدفاعية في هذه المباراة، ويعبر عن استفاقة فريق باريس سان جيرمان الذي كما تعلمون في الدوري لم يعد كما كان الموسم الماضي أو الذي قبله. خسر الكثير من المباريات، مردود لاعبيه فرديا وجماعيا تراجع في الكثير من المرات، ومع ذلك حقق فوز عريض 5-2 أمام فريق تشيلسي. الحدث كان الأربعاء بالفوز الكبير لريال مدريد أمام مانشستر سيتي. صراحة أنا شخصيا لم أكن أتوقع ذلك السيناريو، ذلك الفوز وتلك الخسارة بذلك الشكل، لأن الريال في الأسابيع القليلة الماضية مر بظروف صعبة على مستوى الدوري، عنده غيابات كثيرة جدا غابت عن هذه المباراة، ومع ذلك منظومته الدفاعية أولا خلينا نبدأ بها كانت في توب، غلقت كل المنافذ على عناصر مانشستر سيتي. منظومته الدفاعية كانت شغالة بشكل رائع جدا. فالفيردي كان موجود في مباراة اليوم بهاتريك تاريخي بالنسبة إليه، كان في الأماكن المناسبة وفي الأوقات المناسبة بالنسبة للريال لكي يسجل الأهداف. قريت بعض التعاليق تقول بأنه بيب غوارديولا هو الذي أهدى الفوز لفريق ريال مدريد. هذا التقليل أيضا شوية من فريق ريال مدريد. أي نعم، بيب غوارديولا ممكن بعد المباراة نقول بأنه أخطأ في بعض خياراته، ولكنه لم يكن قادرا صراحة، يعني خاصة في الشوط الأول. منظومة الدفاعية لفريق ريال مدريد اشتغلت بشكل رائع جدا. بعدين الروح نتاع ريال مدريد والهوية تاع فريق ريال مدريد كلها تظهر في دوري أبطال أوروبا في مباريات مثل هذه، حتى صرنا نسميه صرنا نصنف ريال مدريد تاع الدوري والكأس المحلي ودوري الأبطال بشكل مختلف. يعني في دوري الأبطال ريال مدريد مختلف تماما عن مبارياته في الدوري وكذلك في الكأس، وحتى اللاعبين يتغير منظومة لعبهم وميكانيزماتهم أيضا تختلف تماما عن ميكانيزمات خوض مباريات عادية في الدوري وفي الكأس المحلي. 3-0 نتيجة ثقيلة على مانشستر سيتي في لقاء العودة، ستكون مأمورية صعبة بالنسبة للسيتي وصعبة كذلك بالنسبة لفريق تشيلسي اللي خسر ب5-2 أمام فريق باريس سان جيرمان. 5 أيضا خسر بها توتنهام أمام أتلتيكو مدريد، نتيجة ثقيلة جدا. أي نعم، توتنهام سيء جدا هذا الموسم في المراكز الأربعة الأخيرة في ال5 الأخيرة في الدوري، ولكن تخسر ب5 في ثمن نهائي الذهاب أمام أتلتيكو مدريد، الأمر كبير وكبير جدا. ليفربول خسر 1-0 أمام غالاتا سراي بأقل الأضرار. الفريق الوحيد الإنجليزي الوحيد اللي حقق نتيجة طيبة كان فريق أرسنال، اللي تعادل في ليفركوزن بهدف مقابل هدف، كان ذلك أيضا في الثواني الأخيرة. كدنا نخرج من ذهاب ثمن النهائي ب5 مباريات إنجليزية 5 خسائر لو لم يعدل فريق أرسنال النتيجة من ركلة جزاء في نهاية المباراة. عندما نتكلم عن الفرق الإنجليزية ونتكلم عن الريال يجب أن نتكلم عن برشلونة اللي تعادل وكذلك أمام فريق نيوكاسل، لأنه في دوري أبطال أوروبا دائما كالمعتاد نتحدث عن الريال أولا، نتحدث عن السيتي، نتحدث عن ليفربول، نتحدث عن برشلونة اللي عنده حظوظه، ولكن نتحدث كذلك عن البايرن اللي فاز ب6 خارج قواعده على أتلانتا.
مش فقط بهذه المباراة وهذه النتيجة. أولا نتائجه ومردوده طيب جدا في الدوري الألماني يحتل الرياضة. بايرن منشن هذا الموسم أنا في تصوري ستكون له كلمة في دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم. سينافس الفرق التي ذكرتها آنفا، لأنه البايرن مش متعود أنه، ولا الكرة الألمانية، أنه متعودين أنه يبقوا لفترات طويلة جدا من دون ما يتوجوا، من دون ما يبرزوا على الصعيد الأوروبي أو على الصعيد العالمي. فأنا توقعي نحن في منتصف شهر مارس أنه البايرن ستكون له كلمة في دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، بالإضافة للفرق التي ذكرتها. ما راحش يكون سسبنت كتير في المباريات العودة الثلاثاء والأربعاء القادمين. صعب جدا أنه الريال يرجع، وصعب جدا أنه تشيلسي يرجع. باقي المباريات وباقي السيناريوهات تقريبا بدأت تظهر، ولو أنه اللي يصنع الحدث اليوم صراحة هو بودو جليمت، فوز بالثلاثة على سبورتينغ لشبونة على ميدانه. واو، وين رايح هذا الفريق مش عارفين. هذا كان عن مباريات ذهاب دوري أبطال أوروبا ثم النهائي للموسم الرياضي 2025-2026. سلام.